السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دفعة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن المولى عز وجل هنشرح يونت 9، هي الوحدة التالتة اللي عندكم في المنهج. وإن شاء الله لو خلصناها يبقى معنى كده خلصنا نص المنهج كجرامر. فاضل الكلمات، اتعب انت شوية وانا اتعب شوية لحد لما ان شاء الله ربنا يوفقك وتجيب الدرجة اللي نفسك فيها. بدون مقدمات كتير يلا بينا نخش على الوحدة التاسعة. وحاول على قد ما تقدر ان يكون معاك كتاب المعاصر صفحة 103، علشان هنشرح فيها بعض الافعال اللي بيجي بعديها تو وفعل في المصدر، وفي بعض الافعال بيجي بعديها اي ان جي، وفي بعض الافعال مخلطة بقى، ساعات بيجي معاها تو مصدر وساعات بيجي معاها اي ان جي. فدلوقتي هنتكلم عن الافعال اللي بيجي بعديها تو وفعل في المصدر. من ضمن الأفعال دي هي كلمة agree اللي معناها يوافق. فهقول he agreed نقط come to the party. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو وافق انه يجي الحفلة. حلو، جميل جدا. هنا وانا بقرأ لقيت كلمة agree، طبعا انا مذاكرة وحافظة في صفحة 103، لازم احفظ الافعال دي كويس جدا. فعارفة ان كلمة agree اللي معناها يوافق لازم يجي بعديها to مصدر، فهقول to come. طب ده لذيذة اهي. طيب اديني، تعرف يا مستر تديني جملة تانية؟ يا عم يلا، انت جيت في جمل. الجملة اللي بعد كده هو ايه اللي حصل؟ refused رفض نقط بين قوسين stops moving. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو رفض انه يتوقف عن الحركة. ماشي، هنا طبعا انا مذاكر لقيت كلمة refuse بيجي بعدها to فعل في المصدر، فهقول to والمصدر من stops هو stop بس، بمنتهى البساطة. يبقى الأفعال دي احفظها كويس جدا، اللي بيجي بعديها تو فعل في المصدر، اللي هي الأفعال دي موجودة في صفحة 103. طيب يا مستر لو أنا عايز أنفي، يعني هنفي بإيه بقى؟ بدونت ودازنت وديدنت والكلام ده، ولا أي حاجة من الحاجات دي. هحط كلمة نوت بعد الفعل. لا مش فاهم يا مستر. يعني مثلا تعال نمسك الفعل الأولاني بتاع هي ده وننفيه، فهقول هي agreed. ها ايه بقى؟ not to come to the party. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو رفض انه، يبقى هو اتفق على انه مش هيروح الحفلة. شوف لو نفيت بايه؟ بنوت. وجت فين؟ جت بعد الفعل على طول اللي انا حافظه، جت بعد الفعل اللي بيتحط له تو، فبنزل الفعل عادي خالص ايا كان زمنه، بعد كده نزل نوت وتو المصدر عادي خالص. وخلي بالكوا نفس الطريقة دي برضو بتتعمل مع الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. يبقى تاني يا رجالة، لو انا عايز انفي، ماشي، هنفي بايه؟ هنفي بكلمة not. بس احطها فين بقى؟ دي الفكرة، احطها جنب الفعل المحفوظ، فهحط not بعد كده to والفعل اللي في الايه؟ في المصدر. اظن الموضوع سهل جدا اهو. يبقى تاني، لو عايز انفي هحط not جنب الفعل اللي انا حافظه، بعد كده to المصدر. كده دي الافعال اللي بيجي بعديها to وفعل في المصدر. نفس الصفحة برضو اللي هي 103 فيها الأفعال اللي بيجي بعديهم على طول اي ان جي. يبقى في أفعال يأتي بعدها اي ان جي على طول كده بدون أي مقدمات. لو معايا الكتاب ومطلع صفحتي والدنيا تمام، هنمسك وليكن كلمة avoid يتجنب، فهنقول أنا avoid أتجنب نقط بين قوسين go to the zoo. انا بتجنب اني ازور حديقة الحيوان. شكله عنده عقدة من الحيوانات ولا ايه؟ طبعا انا هنا حافظ ومذاكر كويس جدا، فلقيت كلمة avoid
اللي معناها يتجنب، اللي بيجي بعديها اي ان جي، فطبعا جو احط لها اي ان جي تبقى جوينج. ها، لذيذة صح؟ طب جملة كمان برضو من ضمن الافعال كلمة suggest اللي معناها يقترح، فاجي اقول مثلا نحن suggested، اقترحنا عشان ماضي، نقط بين قوسين swim in the pool، في حمام السباحة. حلو، طبعا انا واحد حافظ ومذاكر ان كلمة suggest معناها يقترح، بيجي على طول بعدها اي ان جي، فهقول swimming، هزود الام كمان مرة واحط الاي ان جي، عشان عندي قاعدة بتقول لو عندي فعل اخره ساكن وقبليه حرف متحرك واحد، هروح مزود الحرف الاخير الام واحط الاي ان جي. طب ما لذيذة هي يا مستر، اه والله. طب لو انا عايز انفي بقى يا مستر اعمل ايه؟ خلاص بقى زي اللي فاتت بالظبط، يبقى برضو لو عايز انفي هنزل الفعل اللي انا حافظه اللي بيجي بعديه اي ان جي، بعد كده هروح حاطط نوت، بعد كده الاي ان جي، خلص. طب يا مستر ما تديني مثال؟ خلاص يلا بينا ناخد المثال بتاع وي سجستد ده ونعمله. اها، هنقول وي suggested not swimming in the pool. يعني احنا اقترحنا اللي احنا مش هنعوم في حمام السباحة، كده عكسنا الجملة تماما. يبقى فوق احنا اقترحنا اللي احنا نعوم في حمام السباحة، تحت احنا اقترحنا اصلا اللي احنا مش هنعوم في حمام الايه، السباحة. كده يبقى احنا خلصنا الفعل الافعال اللي بيجي بعديها تو فعل في المصدر، خلصنا الافعال اللي بيجي بعديها اي ان جي على طول، وكمان عرفنا ازاي ننفي دي وازاي كمان ننفي دي. طب يا مستر ما تديني كده ايه، جملة حلوة قوي كده قبل ما تنتقل الى الافعال اللي هي ميكس بيجي بعديها اي ان جي او ايه، او تو مصدر مع بعض. تعالوا بقى ناخد كده مثال ونشوف هنعمله ازاي. هنقول مثلا ايه، his dream، حلمه is to buy، انه يشتري ايه، a new car، سيارة جديدة او عربية جديدة. ويقول لي دخل لي كلمة wants، سهلة وبسيطة. طبعا انا مذاكر وعارف ان كلمة want يريد ومن ضمن الافعال اللي بيجي بعديها to فعل في المصدر. طب يلا بينا، هبدأ الجملة بإيه؟ بهز؟ لا يا مستر ده مش ضمير فاعل أصلا. طب أعمل إيه؟ هز الضمير فاعل بتاعه مين؟ هي يا مستر، هي محتاجة، فهقول هي wants، يريد، to علشان want بتيجي بعدها to، إنه إيه؟ فين الفعل في المصدر؟ buy، يشتري، buy a new car، يبقى هو يريد أن يشتري عربية جديدة. ربنا يفتحها علينا وعليك يعني. اظن الموضوع لذيذ خالص اهو. يبقى طالما انا حافظ الفعل كويس وعارف مين اللي بيجي بعديه، الموضوع منتهي. يبقى كلمة السر هنا هي صفحة 103 في كتاب المعاصر، ذاكرتها كويس، حفظت الافعال بتاعتي كويس جدا جدا جدا، الموضوع انتهى. طب يا مستر انا لقيتهم كتير قوي، يا عم قسمهم على مدار مذاكرتك لليونت. يعني مثلا النهارده باخد ليسن 1 و 2، خد يا عم نص الكلمات، نص الكلمات اللي في اللي هي تو المصدر. دخلت في الليسن 3، خد يا عم النص التاني. دخلت في 5 و6، خلص اللي بيجي بعديهم اي ان جي، وهكذا كل يوم احفظ منهم جزء، كل يوم جزء، لحد لما تلاقيهم كلهم سبتوا في دماغك، بقى الموضوع بالنسبه لك سهل قوي. تمام تمام. كده احنا خلصنا جزء مهم جدا، كده تلت الحصه او السيشن خلصت. نخش بقى على اللي بعد كده، الا وهي الافعال اللي بيجي بعديها اي ان جي او اسم، ودي افعال رزلة شوية علشان مش مفهومة كده. افعال يأتي بعدها اي ان جي او تو المصدر على حسب.
برضو الافعال دي موجودة صفحة 103. طيب اديني مثال يا مستر. يلا بينا. لما اجي اقول لحضرتك I like to play here. انا بحب اني العب هنا. طب مثال تاني وبيساويه I like playing here. انا بحب العب هنا. ايه الفرق بين الجملة الاولى والجملة التانية؟ طبعا الجملة الاولى لقيت لايك جه بعديها تو وفعل في المصدر. طب تحت لقيت برضو لايك بس جه بعدها اي ان جي. ده يفهمك ايه؟ ده يفهمك ان كلمة لايك اللي معناها يحب هي وهيت يكره ولاف يحب وبريفير يفضل وبيجان وشورت وكونتينيو يستمر. كل دول بيجي بعديهم تو فعل في المصدر او ان جي. طب هل في فرق؟ لا، الاتنين زي بعض بالظبط. تمام. تمام. ولو عايز انفي خلاص بقى احنا عرفنا هنحط كلمة نوت بعد كلمة لايك الفعل المحفوظ ونكمل بقية الجملة. يبقى تاني في افعال بيجي بعديها تو فعل في المصدر او اي ان جي على طول موجودين، هما صغيرين جدا. لكن هنا بقى بيفكرني بيقول لي خلي بالك اذا جاء قبلهم، لو جه قبليهم كلمة would او حتى الاختصار بتاعها كده لازم ولا بد ناخد تو مصدر بس. يبقى تاني يا شباب، يبقى عندي افعال بيجي بعديها تو مصدر او اي ان جي. لكن الافعال دي لو جه قبلها كلمة ود يبقى تو مصدر بس. طب ممكن تقولي ايه اشهر الافعال اللي بيجوا مع ود اللي بيجي مع كلمة ود؟ كلمة لايك يحب، لاف يحب، بريفير يفضل. لقيت واحدة من دول جه قبلها ود يبقى لازم يجي بعدهم تو فعل في المصدر. طيب ازاي يا مستر؟ تعال ناخد المثال الاولاني بتاع I like to play ده ونحوله. هقول I would like. هنا بقى ما ينفعش اقول playing خلاص عشان جه قبلها would، فهقول to play here. اعتقد ان الموضوع ايه لذيذ جدا اهو. يبقى الافعال دي يا مستر لو جه قبلها كلمة would لازم احط تو فعل في المصدر على طول. تمام تمام. في تركة كمان صغيرة طالما احنا واقفين هنا بقى. كلمة starting، شوف starting محطوط لها اي ان جي، او كلمة beginning مالهم دول يا مستر؟ اللي معناهم يبدأ. اللي بالاي ان جي انا كاتب ايه؟ ستارتنج مش ستارت، نركز في الحته دي. يبقى لو كاتب ستارتنج او كلمه بيجيننج يبقى على طول 100% لازم ولا بد يجي برضو بعديهم تو فعل في المصدر. يبقى لو لقيت كلمه ستارتنج من الاي ان جي او كلمه بيجيننج من الاي ان جي لازم يجي بعديها على طول تو فعل في الايه؟ في المصدر. طب اديني مثال كده سريعا يا مستر. حاضر. لما اجي اقول لك مثلا I am starting، انا ببدأ نقط بين قوسين sing a song، اللي انا اغني اغنية. المهم لقيت هنا مين قبل النقط؟ starting بالاي ان جي يا مستر، يبقى لازم يجي بعدها to infinitive، فهقول to sing بس. طيب موضوع تاني لذيذ اهو. يبقى في افعال بيجي بعدها تو مصدر، في افعال بيجي بعدها اي ان جي احفظهم طبعا، في افعال ميكس. ولكن افعال الميكس دي زي مثلا لايك ولاف وبريفير لو جه قبلها وود يجي بعدها تو مصدر. وفعلين زي beginning وستارتنج لو لقيتهم يبقى يجي بعدهم تو الفعل في المصدر. كده اللي فات ده كان حماده، اللي جاي بقى حماده تاني خالص. فخد بريك وارجع لي بقى تاني، يعني وقف بقى اعمل بوز للفيديو وارجع لي تاني علشان اللي جاي بقى ايه محتاج تركيز اكتر. هنا بقى الموضوع مختلف تماما. ليه؟ علشان بقى عندي بعض الأفعال مشتركين في شوية أفعال زي remember forget وغيرها
بيجي بعديهم تو مصدر او اي ان جي على طول، ولكن بفروقات واضحة وصريحة. يعني هنبدأ بكلمة remember اللي معناها يتذكر، ولامتى يجي بعديها تو فعل في المصدر؟ يجي بعد remember تو فعل في المصدر لو كان يتذكر ان يفعل شيء ما. لا مش فاهم يا مستر. يعني بيفتكر حاجة لسه هيعملها، زي لما اجي اقول لك مثلا I remember to travel Alex next week. يعني انا بتذكر اني هسافر اسكندريه الاسبوع الجاي. هنا لقيت ريمبر جه بعديها تو فعل في المصدر، علشان هنا معنى الكلام انه هيفتكر حاجه لسه هيعملها. هو لسه ما سافرش، لا ده هو بيفتكر انه لسه هيسافر الاسبوع اللي جاي. اما الريمبر لما يجي بعديها اي ان جي في حاله انه افتكر حاجه هو خلاص عملها، زي لما اجي اقول I remember traveling على طول last week. يعني انا بفتكر اني خلاص سافرت الاسبوع اللي فات. يبقى هنا بيتذكر حاجة ايه عملها خلاص، اللي حصل حصل. يبقى تاني remember يجي بعديها تو مصدر في حالة انه بيفتكر حاجة لسه هيعملها. اما remember ing حاجة بيفتكر انه خلاص عملها. ننزل بعد كده على الفعل forget اللي معناه ينسى. ان كلمة forget امتى يجي بعديها تو فعل في المصدر؟ في حالة انه هينسى حاجة لسه هيعملها برضو، زي لما اجي اقول I forgot to travel to Alex next week. انا نسيت اني هسافر اسكندرية الاسبوع الجاي. يبقى هو نسي حاجة لسه هيعملها، ساعتها forget يجي بعديها ing سوري تو مصدر. اما لو نسي حاجة هو خلاص عملها يبقى forget يجي بعدها ing على طول، زي لما اجي اقول I forgot traveling to Alex last week. انا نسيت اني سافرت اسكندرية الاسبوع اللي فات. يبقى كلمة remember يجي بعديها تو فعل في المصدر لو بيفتكر حاجة لسه هيعملها. طب ing هيفتكر حاجة هو خلاص عملها. نفس الكلام forget ينسى، تو مصدر بيفتكر حاجة لسه هيعملها. نسي بينسى حاجة اما الفورجيت ing بيبقى نسي حاجة هو خلاص عملها. نخش على ستوب. ستوب معناها يتوقف. لما يجي بعديها تو مصدر يبقى معنى كده هو بيوقف حاجة علشان يعمل حاجة تانية. فاهم حاجة؟ لا لسه. لما اجي اقول لك when I went to home لما انا كنت رحت البيت I stopped انا وقفت to talk اني اتكلم مع صديق قديم او قابلت صديق قديم. يبقى انا ماشي اهو، فانا وقفت علشان اعمل حاجة تانية اللي هو اتكلم مع صديق. هل معنى كده اللي هو مش هيروح البيت بقى خلاص؟ لا، هو وقف حاجة علشان يعمل حاجة تانية بعد كده يرجع للحاجة الأصلية. يبقى هو وقف حاجة عشان خاطر حاجة. يبقى ستوب يجي بعديها تو مصدر في حالة انه وقف عن حاجة علشان يعمل حاجة تانية. يعني وقف حاجة مؤقتة بس كده، يعني هو وقف مروحه للبيت حاجة يعني مثلا في 10 دقايق ربع ساعة يتكلم مع صاحبه بعد كده يرجع تاني. يبقى ستوب يجي بعدها تو مصدر في حالة انه يتوقف توقف جزئي، بيوقف حاجة بس صغيرة بعد كده يكمل تاني. اما الستوب يجي بعدها اي ان جي في حالة انه هيوقف خالص ومش هيرجع للحاجة دي تاني، زي لما اجي اقول my doctor advised me دكتوري نصحني to stop smoking نصحني اني اوقف تدخين. هنا ستوب جه بعدها اي ان جي على طول. تمام، الموضوع كده سهل وبسيط كده، الموضوع بقى واضح جدا. نكمل بقى على اخر فعل خالص الا وهو try. try معناها يجرب او يحاول. try امتى يجي بعديها تو فعل في المصدر؟ انه بيحاول بكل جهده انه يعمل حاجة لكن للأسف بيفشل. زي لما نيجي نقول مثلا she tried to answer this question هي حاولت انها تحل السؤال ده but لكن للأسف it was too hard لكن كان صعب جدا. يبقى هي حاولت بكل قوتها ولكن للأسف ما قدرتش. هنا تراي جه بعدها تو فعل في المصدر. طب امتى تراي يجي بعدها اي ان جي؟ انه بيجرب انه يعمل حاجة جديدة،
زي مثلا she tries to go. لا، المفروض هنا غلطة، المفروض نقول she tries going to a new place. هي بتحاول انها تروح مكان ايه جديد. يبقى تاني يا دكاترة، يبقى كلمة try يجرب او يحاول يجي بعديها to مصدر لو انا بحاول بكل وسعي ان انا اعمل حاجة لكن للاسف مش هقدر. اما التراي ing اني بجرب اعمل حاجة جديدة بقى خلاص. كده يبقى خلصنا يونت 9 كلها. عارف اللي هي طولت شويه، ولكن لو انتم مشيتوا بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها ناخد بريك والكلام ده الموضوع هيبقى ماشي لذيذ. لو في حاجه واقفه معاك بلغني على طول في الكومنت. خش على الديسكربشن هتلاقي فيها رقم واتساب، لو انت احتجت اي حاجه ابعت لي. ننشر الفيديو لاي زميل من زمايلنا محتاجين ان هم يفهموا القاعده او يفهموا الجرامر بشكل بسيط ومبسط. ابعتوا لهم لينك القناه او لينك الفيديو. وما تنسوش طبعا انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه، ولازم تفعلوا الجرس علشان لما ينزل لكم او اي حاجه جديده تبعت لكم اول باول. فسهله هي ما تهبطش. دمتم في خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.